في لندن في الصباح شاي إنجليزي، وفي المساء عصير برتقال. وفي اليابان في الصباح حليب ساخن، وفي المساء شاي أخضر صحي. وفي بيتنا الفجر شاي، الصبح شاي، الظهر شاي، يذاكر شاي، يفكر شاي، سهران شاي، بالطريق شاي، تزور مريض شاي، تزور سجين شاي، عرس شاي، عزا شاي. احتارت زوجة في كيفية إقناع زوجها بترك التدخين، فنصائحها بمضاره الصحية لم تقنعه، فقالت له أن المال الذي يصرفه على السجائر ليس ملكا له فقط، وإنما للأسرة نصيب فيه، وطلبت منه أن يدفع لأسرته كل يوم $5 مقابل المبلغ الذي يدفعه يوميا لشراء السجائر. فقال لها أنه مستعد أن يدفع $10 يوميا مقابل أن تتركه بسلام مع سجائره. وهكذا بدأ الزوج يدفع كل يوم $10 وهو مسرور يتابع تدخينه. شعرت الزوجة بأن هذه الحيلة لن توقفه عن التدخين، فخطرت في بالها فكرة رائعة، حيث صارت كل يوم تحرق $10 أمامه. وطبعا تحمل الزوج لعدة أيام، ثم صار الأمر يزعجه، فذات يوم اعترض على عملها هذا وقال لها: أنت تحرقين المال وتضيعيه عبثا بدون فائدة. فكان ردها أن كلاهما يحرق المال، ولكن كل بطريقته الخاصة. وفعلا فكر الزوج قليلا وأدرك حجم الخطأ الذي فعله، فطلق زوجته وأكمل التدخين. اللي بيسمع اسمه يرفع ايده. حاضر. خالد بسة. محمود غنيله. يا ليلي يا ليلي. خلاص. لؤي منسف. وائل محاشي. اخر مقعد، ليش عم تضحك؟ لا استاذ، بس نحن بالمطعم ولا بالمدرسة؟ خلاص. حاضر. احمد العبد الله. احمد العبد الله، شو هالاسم الغريب هاد؟ محمد ورق عنب. حاضر. رجل أراد أن يمازح زوجته، فقال لها: أريد أن أتزوج عليك. فقالت له بكل برود: إن شاء الله، بالساحق والماحق والغضب المتلاحق تمر بضيق وتخرج من ضيق، 66 إبريق لا يبل لك ريق. تجري خلف الرغيف والرغيف يجري خلفك. أنت في سيارة والرغيف في طيارة، وإن شاء الله تعيش مع الفئران من قلة الجيران، وتنام في الخرابة من قلة القرابة، وتدخل من البيبان وتغلق عليك الغضبان، ولا تعرف لك سجان حتى آخر الزمان. وبعد كل هذه الدعاوي قالت: خلني ساكته بس، ما بأدعي عليك. كل هذا وما دعيت علي، فكيف لو دعيت؟ طبعا اليوم أكلنا هندي. كريستيانو عم الجميع لو ما تعرفون. هذا يشبه هذا الولد، احنا عندنا ولد كريستيانو عمك وعم الجميع وعم المطعم كله. ايش فيك؟ مين علمك الكلام؟ كريستيانو عمك المطعم. طب قصة احنا قاعدين نصور، مين علمك؟ طب كريستيانو عمك. تدرس تنجح، تنجح تفرح، تفرح تلعب، تلعب تتعب، تتعب تمرض، تمرض تموت. لذلك لا أدرس.